قال أبو تريكة إن المباراة كانت محسومة لصالح بايرن ميونخ في معظم مراحلها، خصوصا في الشوط الأول، موضحا أن ريال مدريد لم يمتلك السيطرة على الإيقاع، ولم يهدد مرمى الخصم سوى في لمحات متفرقة. اعتبر أن الريال افتقر إلى الانسجام الجماعي في خط الوسط، وفقدت الكرة أكثر من مرة بسبب التسرع في التمرير وعدم التمركز الجيد. أشار إلى أن الحارس البديل في المرمى لم يظهر بنفس مستوى كورتوا، ما أثر على ثقة الدفاع، مع انتقاده لبعض الثغرات في دفاع بايرن، لكنه أوضح أن الفريق الألماني حافظ على ترتيبه ووصل للمرمى بشكل أكثر شراسة، ورأى أن تدخل البدلاء مثل دياز وبيلينغهام أعطى الريال جرعة من الإيجابية وأعاده للسيطرة على الكرة وخلق بعض الفرص في الشوط الثاني. في المحصلة اعتبر أن التأهل لم يحسم بعد أمام بايرن، لكنه حذر من أن البايرن لن يغير من أسلوبه وسيواصل الضغط، وأن ريال مدريد مطالب بتعديل أدائه وتنظيم صفوفه ليعوض نتيجة الذهاب في المباراة القادمة.